مرحبا بكم من جديد مباشرة على إذاعة أصوات وبرنامج بقلب مفتوح. الآن تتمة وتكملة مع الأخت حبيبة من بني ملال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كي بقيتي شوية لالا؟ الحمد لله خويا، بارك الله فيك. مرحبا بك حبيبة، نكملوا معك. واخا إن شاء الله وبحول الله. خلينا البارح كتحكي لنا على طريقة باش مشيتي تشوفي الزوج ديالك وهو في الاعتقال وباش ديري ما ياكل ياك؟ أييه. نعم، تفضلي. نعم، ملي مشيت للولاية تاع الأمن، مشيت ديت شوية الماكلة راجلي، دخلت عند الناس المسؤولين تمايا، قالوا لي عطينا السوارت ديال الدار، بغينا نمشيو ونفتشوا الدار ديالكم. قلت لهم واخا، عطيتهم الماكلة وعطيتهم السوارت. قالوا لي بغيتي تلحقي علينا للدار، تحكي علينا، بغيتي تسناينا حتى نرجعوا وها السوارتات ديالك. قلت لهم انا غنتسنى هنايا، وفعلا بقيت كنتسنى تقريبا شي ساعه ونص ولا ساعتين. هما مشاو من بني ملال لمراكش؟ لا ماشي مراكش، الدار تاع بني ملال، الدار اللي عندنا في النواحي ديال بني ملال. الدار الاولى اللي كنتو ساكنين فيها في الاول قبل ما تنتقلوا. في الاول، واما مراكش حنايا غير كاريين في مراكش. الدار الاصليه كاينه في بني ملال. مشاو لديك الدار، قلبوها كامله، ورجعوا من بعد ساعتين تقريبا. رجعوا عطاوني السوارت، ديت وليداتي، قلت لهم بغيت نشوف راجلي. قالوا لي ما يمكنش، دابا سيري حتى الغدا راه غيتحال على وكيل الملك. وفعلا رجعت هزيت وليداتي، مشيت للدار، جلسنا حتى لغد ليه، نزلنا عاوتاني للمحكمه، بقينا كنتسناو حتى لديك 9:30. بقيت تنسول فين غنمشي، فين كاين الوكيل، فين غيكونوا الجلسات، فين. قال لي ما يمكنش تدخلي دوك الجلسات اللي يكونوا عند الوكيل ديالك في نطاق. ما وكلتوش محامي على الزوج ديالك في هذه المرحله؟ حتى اخر لحظه عاد قالوا لي الناس، شافوني دايخه، قالوا لي شنو كديري؟ قلت لها شنو؟ قالوا لي راه ضروري يدخل معاه شي محامي باش هو غيقول لك شنو كاين، هو غيوصل لك الهضره، انت راه حتى واحد ما غادي يهضر معاك. فعلا مشيت اقرب مكتب بان ليا تمايا، مشيت ليه، ساعد معايا داك السيد داك المحامي، قلت ليه شنو عاودت ليه دغيا، قال لي صافي ما عندناش الوقت، قال لي ما حدو عند الوكيل، خصني ندخل باش نشوف شنو كاين. مشى المحامي دخل، من بعد شي ساعه ولا هذا خرج، قال لي ودي راجلك راه غيبقى راه الاعتقال، غيكون متبوه، القضيه ديالو راه غتبقى في المحكمه، وراه غيتم التحويل ديالو للسجن. راه حاولت نخرجو بكفاله، حاول زعما يدير له المتابعه في حاله صراح. في حاله صراح قال لي، ولكن تم الرفض. قال لي راه تم الرفض ودابا راه غيبقى راه الاعتقال. قلت ليه شنو، واش غيبقى هنايا في الولايه واش هذا؟ قال لي لا، قال لي غادي يتحول للسجن المحلي. وفعلا مشى للسجن المحلي، خرجت انايا ما بقيت عارفه ما ندير، ديت ولاداتي عاوتاني حطيتهم في الدار، مشيت بديت تنقلب حتى الطريق منين ندوز للسجن ما عارفاش. مشيت لحقت تمايا، قال لي اصلا هو غيجي دابا وغيدخل الحجر الصحي، يعني راه ما كاينه لا زياره لا تجيبي لي حتى شي حاجه، سيري في حالاتك، تيعيط عليك هو، حتى التليفون راه ما غيهضر لك على 3 ايام 4 ايام. وفعلا رجعت وديت وليداتي، انا دابا ما كايناش في داري في بني ملال، حيت خفت من ديك السيده لا دير لي شي حاجه لوليداتي، خفت لا تبغي دير لي اي حاجه. انا دابا ساكنه غير مع الناس، شاديني الناس، جالسه معاهم انا وليداتي حيت انا يتيمه. وجبتهم لمنطقه واحده اخرى، دخلت البنيه للمدرسه، ودخلت حتى الدري باقي صغير، درتو في الروض، تنديهم وتنجيبهم. صافي وبقات القضيه في المحكمه. بقيت تنمشي تقريبا كل اثنين، يا اما ندي معايا ولادي، يا اما نشوف شي حد اللي يشدهم ليا ولا نسورت عليهم ونمشي. الجلسات دازو تقريبا شي 3 الجلسات في الابتدائيه، المحكمه الابتدائيه. وديت الاثباتات بان راجلي راه كان كيتعامل معاه على حساب الطوموبيلات، كان تيبيعوا تيشري الطوموبيلات بانه مراقب ليها الديور، شحال من عام وحنا معاشرين مع ديك السيده. كاع داكشي اللي عندي حطيته، وبالرغم من ذلك
جوج جلسات الاولى ما كان فيهم لا استماع على حتى شي حاجه، كانوا كيتاجلوا. كان المحامي تيطالب بالحضور ديال الزوج ديالي، ما يتحاكمش عن بعد، يتحاكم حضوريا. وفعلا جابوه الجلسه، جابوه صنت ليه القاضي، عاود لي حكى ليه راجلي كاع الواقعه وشنو وقع بينه وبين ديك السيده. وفي الاخير حكم عليه ب4 سنين سجن نافذه وبغرامه ماليه. 4 سنين؟ 4 سنين. هاد الاحداث اللي تنعاود لك راهم واقعين غير في شهر 8 ديال هذا العام، يعني غير في الدخول المدرسي ديال هذا العام اللي حنايا. يعني بقات جلسات الحكم مستمره مده من الحجر الصحي قلتي، وتم النطق بالحكم في هذا شهر 8. هاد شهر 8 اللي تشد، وتقريبا في ديك 15 يوم ديال شهر 8 اللي وقع فيها الحكم في المحكمه الابتدائيه، وتحكم بهاد 4 سنين وبغرامه ماليه. وحتى لهاد الايامات هادي درنا الاستئناف، استنفنا حنايا واستنفت السيده الاخرى حتى هي مستنفه. دابا راه بدينا في المرحله ديال الاستئناف، دابا تحول الدوسي ويلا عندهم اول جلسه الخميس اللي فاتت، وغتكون جلسه واحده اخرى عاوتاني في الخميس. يعني بدينا دابا في المحكمه في الاستئناف. ودابا كنطالب وكنوجه رساله ونداء للناس انهم يوقفوا معايا قانونيا في الشق القانوني، يوقفوا معايا باش نبينوا البراءه ديال راجلي، حيت كلامنا ما نسمعوش، الادله كاينه، كنطالبوا بشحال من حاجه والو ما توفراتش لينا نهائيا. شحال من حاجه باش نخرجوا، بغينا خبره، بغينا هادي، بغينا وثائق، بغينا وما كاينش، كلشي بيبان مسدودين في وجوهنا. والمحامي شنو اللي كيترافع على الزوج ديالك، شنو قال لك؟ دابا لحد الان باقي ما داز حتى شي مرافعه، دازت واحد الجلسه. طالبوا المحامين بجوج باش تاجل، باش يدرسوا الملف، يعاودوا يدرسوا عاوتاني الملف وتعطاهم تاخير. مازال لحد الان ما كاينه حتى شي مرافعه في محكمه الاستئناف. واخا ونطلبوا الله الخير حبيبه ان شاء الله يا رب العالمين. وعمليه الثقه ديالك في القضاء، انه ما يمكنش تكون شي حاجه بدون دلائل وبدون، يعني الله اعلم شنو واقع، شنو كاين تما. مع واش فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ عرفت. انت عمليه الثقه ديالك في القضاء ويكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. المهم انا تنطلب من الناس كاملين اللي تيسمعوني من هذا المنبر انهم يوقفوا معايا في هذا الشق القانوني بزاف. سيرتو انني خليت داري وانا ووليداتي مشردين وما عندي حتى شي معيل، كما قلت لكم انا يتيمه، عندي 2 وليدات، ما عندناش شي دخل قار، ما عندنا حتى شي حاجه من غير الله سبحانه وتعالى وداك السيد. وكنتمنى ان شاء الله من ربي تعالى ومن المحاكم انهم ينصفوا راجلي ويثبتوا البراءه ديالو. هذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله. انت متاكده؟ واش انت متاكده بانه بريء ولا ما عارفه شنو وقع بالضبط؟ انا على حد علمي والمعلومات اللي وصلوني وهذا الشيء اللي كيحكي لي راجلي من السجن، انا متاكده 100% بانه بريء، على حسب الاقوال ديال راجلي وعلى حسب الادله اللي عطاني وهذا واللي قدمت حتى انايا للمحاكم. حيت هي متهمه بالنصب والاحتيال في مبالغ ماليه. هي متهمه بمبالغ ماليه واصله 40 مليون. هي كتطالب ب 40 مليون، قالت لك السيد واخد لي 40 مليون. كيفاش الحاله ديال وليداتك حاليا؟ دازوا ديك تجاوزوا هذيك الصدمه ورجعوا للدراسه ديالهم بشكل عادي؟ لا انا دابا انا اللي تنديهم للمدرسه وتنجيبهم، الا ما بنتش ليهم انايا ما تيخرجوش، باقي فيهم واحد الخوف من اي شخص يبغي يسلم عليهم، ما تيسلموا على حتى شي واحد، ما تيقدروش يلعبوا بشكل طبيعي مع الوليدات. الدراسه ديالهم خايفين. البنيه عندي تبارك الله ما شاء الله كتقرا مزيان، ولكن ديما فيها واحد الهاجس ديال الخوف، اين فوا كيهضر معها شي واحد كتبدا تبكي وتغوت. مدرس صغير صافي، اين فوا تيشوف شي واحد، تيشوف شي انسان تيتغوت مثلا قدامه ولا هذا، تيرجع ليا لديك الحاله، تيولي هو منهار، ما تيبقاش يسكت ليا نهائيا، ما بقاوش يلعبوا بشكل طبيعي بحال الاطفال في السن ديالهم. متأزمين بزاف نفسيا وجسديا، وتم جهه الوالد ديالهم كيسولوا على باهم بزاف،
وانا ما عمرني كاع هادشي اللي تشد راجلي ما عمرني قدرت نديهم. حتى انايا مره وحده اللي تحت ليا الفرصه ومشيت ليه زياره، وهما ما تنقدرش نديهم حيت ما بغيتش نزيد ناثر عليهم من الجهه النفسيه ديالهم، حيت متاثره بزاف ما بغيتش نزيد نألزمهم. الا شافوا باهم في ديك الحاله ما غاديش يتجاوزوها، ما يتقبلوهاش. وقلتي متى عندكم الاستئناف كاين شي موعد؟ عندنا الاسبوع الماجي، ماشي غدا، ماشي الخميس ديال هاد السيمانه، يعني عندنا السيمانه الجايه. السيمانه الجايه ان شاء الله كاينه جلسه، وان شاء الله يسمعك خبر الخير، وحنا غادي نعاودوا نتواصلوا معك ونواكبوا معك الاحداث كيفاش تمت ان شاء الله. يكون خير اختي. واخا، شكرا، بارك الله فيك، شكرا على الاستماع. مرحبا اخت حبيبه من بني ملال. اذا مساله غادي نديروا مداخلات في الموضوع. علاش؟ يعني احتراما لعمل القضاء، الامر يلزم نوع من الصمت في انتظار ان يعني ينتهي كل مراحل ديال التقاضي في الموضوع، لان هناك ابتدائي، هناك مازال حكم استئنافي غادي يصدر يوم الخميس المقبل او السيمانه الجايه، بالاضافه الى مراحل اخرى اذا كانت متبقيه في التقاضي حول الموضوع. هناك محامي يتولى ترفع عن موكله اللي هو الزوج ديال حبيبه، هناك شكايه، هناك تهم ربما حول النصب والاحتيال. أنا على حسب ما قلت حبيبه احنا ما اطلعناش على الامور بشكل مدقق، على حسب ما فهمنا الامر يروج في المحكمه. الزوجه هنا تقول بانها متشبته ببراءه زوجها، لكن شنو وقع في الروايه الاخرى او في الضفه الاخرى؟ هل هناك شي حاجه تثبت قرائن وهذا بانه كاين فعلا نصب واحتيال على ديك السيده اللي في اسبانيا؟ ثم لماذا درت؟ لانه كاين واحد السؤال ديال هل الدافع الانتقامي، يعني مساله ديال واش الا طلبتي من واحد الشخص يدير واحد المساله وما بغاش تيمشي هذا الدافع بهذا الشكل هذا ديال ما سمته حبيبه بالانتقام بهذيك التهجم، ثم بهذه الدعاوى في المحاكم. يعني كاين غموض وكاين نقط استفهام بزاف في الموضوع، لكن مع كامل التعاطف اللي يمكن نعبروا عليه والتضامن ايضا في الحاله النفسيه ديال هاد الوليدات والحاله الاجتماعيه ديالهم ايضا في غياب الاب ديالهم، وكيفاش تيدوزوا هاد المسائل. زعما الله يكون معهم وقلوبنا معهم، وكيف ما قلنا احتراما للمسطره القضائيه ولهذا الملف الذي جاري في القضاء. سنعيد ان شاء الله المواكبه مع الاخت حبيبه في كواليس ابتداء من الاسبوع المقبل، واذا كان هناك من مستجد يلزم انه نعالجه في البرنامج فسنقوم بذلك ان شاء الله. إذا نواصل معكم، والساعة تشير إلى 9:30. أنتم معنا على إذاعة أصوات وبرنامج بقلب مفتوح مع إسماعيل. أذكر بالرقم الهاتفي 05 22 77 24 24 بشعار عنوان عندك تقول بقيتي بوحدك، مع أصوات كاين اللي يسمعك ويفهمك. نعود بعد الاستراحة ونكمل. حياكم الله من جديد، دائما على راديو أصوات وبرنامج بقلب مفتوح مع إسماعيل. بعد ما تابعنا مع الأخت حبيبة من بني ملال قضية الزوج ديالها، الآن معنا فاطمة من أسفي 37 سنة. السلام عليكم فاطمة. السلام ورحمة الله. مرحبا، لاباس؟ الله يبارك فيك سي إسماعيل، كي داير؟ بخير؟ بخير الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد. الحمد لله، شكرا لله. شحال هذا كنا كنتصل بكم وما كيشدش ليا الخط. مرحبا بك فاطمة، تفضلي خذي راحتك نسمعوا لك. بارك الله فيك سيدي. ايوا خويا، حنا عندي واحد المشكلة مع واحد السيد لمدة عام دابا. عام دابا. الوليد عندي عنده 7 سنين. تقريبا فاش جبتو عندي انا في الاسفي كيتبعوا هذا السيد. جيتي الاسفي يعني جيتو الاسفي من شي بلاصه اخرى؟ يلاه جيتو؟ لا انا مستقره في اسفي، ولكن الزوج ديالي من اكادير هو الوليد ديالو.
صافي انا هاد الوليد تقريبا كنت شاده لمده 7 سنين قبل ما نتزوج بالاب ديالو. صافي قلت ليه خليه ليا نجيبو عندي، انا اصلا مولفه الوليد وداك الشيء. صافي جبتو عندي، فجا عندي بعد الوليد بحال جاهم غريب في الدرب في داك الحي اللي ساكنه فيه انا، حي شعبي. واش دابا انت مطلقه بباها فاطمه؟ لا مزوجه كاين الاب ديالو. وعلاش مفارقين؟ كيفاش جبتيه؟ ما فهمتش انا، جبتيه وجا غريب في الدرب؟ حيت هو مفارق مع الطليقه ديالو الاولى. هو ولد من دابا الدري؟ وانا مرت باه كنبقى. اذا ماشي ولدك، تسمى ولد ولد الزوج ديالي. اها، وعلاش ما بقاش مع امه، مع الطليقه ديال الزوج ديالك؟ حيت اصلا الام ديالو تبناه هو، شدو الاب ديالو حيت الام ديالو تفرق معها بحال بقى طايشه هي وصغيره وداك الشيء، وعطاو الحضانه لهذا الاب ديالو. ودابا با هو اللي حاضن الدري ومو سقطات عليها الحضانه. والام سقطت عليها الحضانه، والام تقريبا مختفيه، ما مسوقاش ليه. ليه هي دريه صغيره، راه عرفتي دابا هاد الجيل ديال دابا وداك الشيء يعني ما، واصلا هي عندها وليدات اخرين مع راجل اخر تا هما تخلت عليهم. واخا هو شحال هو مع باه من صغرو ولا تدار واحد السن؟ لا من صغرو. اها، وجبتي عندك؟ جبتي عندي انايا فاش تزوجت انا بالراجل ديالي، جبت عندي الوليد. فاش كاتبنا داك الشيء قلت ليه خليه ليا. المهم هاد الوليد السيدي ملي جبتو عندي انا الدار فين ساكنه، هاد السيد ما عرفتش كيفاش دخلو راسو فين ما خرج كيتملسو كيدير ليه حركات ما نقدرش نقول لك السي اسماعيل. شكون هذا السيد اللي تتقصدي؟ شي واحد من العائله، جارك، شنو؟ لا غير جاري، غير ساكن في هذا الحي اللي انا ساكنه فيه. اصلا هما غير كاين تمايا، ماشي دارهم، ماشي غير كاين تمايا. اصلا انا ساكنه قبل منهم في ذاك الحي. المهم فيما سخرت الوليد كيجي عندي كيقول لي ماما راه شنو دار ليا وشنو دار ليا. اصلا ما كانش كيعرف هو كاع وجهه في الاول. كيقول لي هذاك الكحل معاه فيه واحد اللون، كيقول لي هذاك السيد الكحل راه شنو كيدير ليا وشنو كيدير ليا. قلت له يا ولدي وري ليا. واخا ندير واحد التحكم على اساس ان هذه الاشاره ما تكونش نابعه من تمييز عنصري للناس على اساس اللون. واخا نكملوا. المهم فاش شفتو كثر عليه وداك الشيء، مشيت عنده عيطت ليه قلت ليه عافاك فرق عليا ولدي. ولكن ولدك شنو الحاجه اللي كان تيتشكى منها من هذا السيد هذا؟ شنو كان تيتحرش به ولا تيقول له كيدير لي كيتحرش به، كيدير لي حركات مشبوهات، كيتلمسو، كيقول لي كيبغي يعطيه الفلوس. المهم داك الشيء اللي كيدير ليه، وكيجي يقول لي يا ماما راه ها شنو دار ليا وها شنو دار ليا، راه هذا الشيء خايب اللي كيدير ليا. صافي مشيت عنده هضرت معاه قلت له عافاك ها انت فرق عليك الولد. قال لي وما كيبقاش ولدك انت علاش كتقولي لي هالهضره؟ هو سوقه واش هو سوقه يقول لك ما كيبقاش؟ قال لي ما كيبقاش ولدك. قلت ليه اللي كتربي اكثر من اللي كتولد، ومع ذلك راه ما فرقش عليه الولد وما بعدش منه. واخا مشيتي تشكيتي منه قلتيها ليه؟ تشكيت منه راه شي 2 مرات ولا 3 وانا كنتشكى منه. بزاف المرات كنتشكى منه. صافي المره الاخرى لا ولكن بلاتي واش ما عمرني عرفت شي حاجه بحال ما هكا. واش هو تشكيتي منه على الدري كيتبسل عليه وقال لك انا بغيت نتبسل عليه؟ قال لي ماشي ولدك انت ديك مرت باه. قلت له لا انت ما شغلكش في هذا الشيء، نكون مرت باه ولا نكون المهم فرق عليك الولد ولا غادي نديكلاري بيك. انت وليه ديال الولد، انت مكلفه به. عليه ملي ما كيكون في الاب ديالو كنبقى انا مسؤول، يعني انا ما خرجته وتخرجت نبقى كنراقبو داك الشيء. المهم كيمشي لواحد الحانوت قدامنا كنبقى حاضيه انا من الكرياج حتى كيجي. المهم في الاخر مؤخرا جا عندي قال لي يا ماما، قلت له نعم جا عندي الولد الصغر. قال لي يا ماما عرفتي شنو وقع لي؟ قلت له شنو وقع لك ولدي؟ قال لي راه جرني ودخلني للبراكه. يا لطيف.
انا عرفتي ملي قالها لي في اسماعيل راه ما نكذبش عليك. امتى قال لك هذا الشيء؟ امتى وقع هذا الواقعه اللي عاود ديك الدري؟ اش غنقول لك، راه تقريبا في شهر 7. شهر 7 العام، ماشي هذا العام اللي فات. العام اللي فات، شهر 7 العام اللي فات. العام اللي فات انا ما عقلتش. المهم في الصيف شهر 7 قلت ليه ياك ولدي، قال لي الولد اصلا سخف، درت ليه الماء والسكر في الكاس شربو. عرفتي وليد راه ما تشوفوش. قلت ليه فاطمه عرفتي انا تزيد من بلاصتي. بغيت نسولك قبل ما تكملي فاطمه الله يجازيك بخير، هو فين كان باه؟ واش باه كان عارف بهاد التحرشات اللي قلتي تيقوم بها هذا السيد قبل؟ لا انا ديك الهضره في اسماعيل. انا غنقول ليه من غيدخلوا البراكه غنقول ليه داك الشيء اللي كاين، صافي ما بقى ما يتخبى. اذا قبل ما كنتيش قلتيها لباه؟ لا ما قلتليش. كان عليك تقوليها لباه في الدقه الاولى فاش الدري تشكى يمشي ليه بشكل حازم. لا ما قلتليش. عرفتي انا فكرت قلت انا ملي غنقول الاب ديالو هاد الهضره ربما الشيطان غيمشي داز الزبويات شي حاجه يخلي لي الدراري ويمشي للحبس ولا هذا. يعني انا ما قدرتش نقول لها الاب ديالو، قلت نخبي لك ربما هذا السيد يحشم ولا يهديه الله، ولكن هو عاد ما زيد فيه. كيفاش يحشموا البساله هذه؟ هو تيقول لك انت اصلا ماشي مو، يعني هو ما فهمتش انا هذا الشيء ديالو. ما بغيتش نقول انا الاب ديالو راه شنو كاين قلت فاش غنهضر معاه ولا هذا غادي صافي. انا فاش جا عندي الوالد وجروا داك الشيء ودخلوا البراكه فاش نبقى نتخبى. قلت صافي دابا خاصني نحط هذا الشيء امام امر الواقع. صافي قلت له عندي الوليدات شفان عرفتي ما تشوفوش. قلت له صافي يا ولدي خرج. واش الدري فاش قال لك راه دخل الصفر وقال لك راه قلتي عنده 7 سنين؟ عنده 7 سنين. طيب فاش قال لك راه فاش شفتيه صفار وقال لك راه دخلني البراكه، معناه انه قام بالاعتداء عليه جنسيا؟ لا ما اعتداش عليه جنسيا، كان غير اللمس، ولكن الوليد هرب. قال لي يا ماما راه ملي دخلني للبراكه لقيته، قال لي راه كاين الشراب. قلت لي باش عرفتيها ولدي شراب؟ قال لي قراعي خضرين وجرني، قال لي وباسني في حنكي وفيه ريحه خانزه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قلت له يا ولدي، قال لي صافي. خرجت كنقلب عليه السيد، انا ما نقدرش ندخل ديك البراكه ولا. قلت صافي خلي ما بقى تيجي الاب ديالو. صافي ملي جا الاب ديالو قلت ليه شوف راه اللي وقع عاودت لي داك الشيء اللي فات في الاول. قال لي علاش ما قلتيش لي هذا الشيء وعلاش ما وديتيش لي وعلاش هذا. قلت له صافي راه مش خفت الناس. واخا لا فاطمه الا كان ممكن عندك شويه ديال الصداع في التليفون، واش على الراديو ولا دايره السماعه ولا شنو؟ لا حيدها البنيه الصغيره ديالي حدايا شاده التليفون الاخر، يمكن هو اللي كاين حداها. واخا غير باش نكون نركزوا معك وما يكونش هذا الشويش هذا على الخط. الو واخا اذا سنكمل مع الاخت فاطمه بعد قليل. مرحبا بكم من جديد. نعاودوا نشوفوا مع فاطمه. الو فاطمه. الو مرحبا. كملي اش قلتي لباس الدري هذا الشيء شنو دار؟ قلت لك خلاص قلتها قال لي راه سميت السيد راه شنو كاين قلت لك راه كاين الشراب وهذا في البراكه. قلت لي باش راه قال لي يا ماما راه القراعي خضرين، راه 5 القراعي والمراه باسني وفي ريحه خانزه وهذا وهذا. قلت له صافي. ملي جا الاب ديالو قال اللي وقع قال لي
لي قلت لي بدا كيغوت عليا وقال لي علاش ما في الاول، علاش ما تعاوديش لي شحال هذا، علاش تخبي هادشي ماشي ديال التخبيه وهذا. قلت له راه وفعلا لا هادشي ماشي ديال التخبيه، ما خاصكش تخبي هادشي وخاصك تقولي لي. قلت له راه مناش خفت راه انا كاش حرام تولي داير يدك فيا ولا شي حاجه ولا شي مشكل خايب. هو قال لي كل ما وقعت لولد شي حاجه قلنا هاد الوليدات تغتصب كاع وقعت شي حاجه صافي هي هذه الدريه دابا غنمشي نديكلاري به، غنمشي للكوميساريه. ما مشاش دوا معاه في الحين مثلا، ولا مشى قلب عليه ولا شي حاجه؟ نعم كتسمعيني يا فاطمه؟ لا ما مشاش قلب عليه، لا ما هضرش معاه قال لك غنمشي نديكلاري به. بلاتي اسمعي بعدا سمحيه واخا قبل ما يقول لي البراكه راه علاش كيتب السيد عند البوليس الكوميساريه اللي تابع لينا درت به شكايه دعوه. درتي به شكايه قبل ما الواقعه د البراكه؟ قبل ما نقولها للاب ديالو، باقي الاب ديالو هادشي ما كانش في الخبر ديالو، مشيت انا درت به دعوه عند البوليس وقلتي لهم بانه راه واحد الشخص كيتحرش بالدري. شنو كاين لدرجه اسماعيل ولا كيطلق ليا شي كلاب خايبين، دوك الكلاب الصغار كيطلقهم ليا على الكرياج ديال الباب. وكيكون الوليد جالس هو البنيه وعرفتي والكلب كيخشي قمقمو من الكرياج. صافي مشيت درت به شكايه عند البوليس وداك ما استدعاوش؟ ما عيطوش لكم؟ لا عيطوا لي سي اسماعيل، عيطوا لي استدعوه قالوا له اشنو هذا الشيء واشنو هذا، قال لي لا سيدي ماشي هذا الشيء اللي كاين. قال لي وشنو اللي كاين؟ قال لي لا راه حيتاش هي مرت باه كتعنف الوليد. حيتاش هي مرت باه كتعنف الوليد؟ كتعنف الوليد حيت انا مشيت باش نهضر معاها نقول لها الوليد ما تبقايش تعنفيه، هذا الشيء ما كاينش. واخا دابا الروايه اللي قدم هو انه فاش ما تيكونش با انت كتعاملي خايب مع الدري، وبحيث هو قال لك علاش تبقاي تضربي الدري وتتعنفي عليه، لحتي عليه هذا الباطل. خليك معايا واخا، خليك معايا. نكمل بعد قليل مع الاخت فاطمه من اسفي مباشره من راديو اصوات، برنامج بقلب مفتوح مع اسماعيل. نعود بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى دائما على راديو أصوات وبرنامج بقلب مفتوح مع إسماعيل. الساعة تشير إلى 10:04 وإحنا مع بعض إلى غاية منتصف الليل إن شاء الله. في تكملة مع الأخت فاطمة من أسفي. ألو فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك مرة أخرى. نكملوا. إسماعيل هذيك فاش درت لي ديك الدعوة عند البوليس، هذه قبل ما يسق با الخبر قلتي؟ هذه قبل ما يسق با الخبر، فاش درت لها الدعوة قبل ما يسق با الخبر عند البوليس دازت يدعو عيطوا لي. فاش عيطوا لي قال لهم لا ماشي هكا، راه هي مرت باه كتعنفو، انا تخاصمت معاه على حساب العنف اللي كتعنف الوليد. ودرتي عليه زعما هذا الباطل؟ ودرت عليه زعما هذا الباطل. هذه الأقوال اللي تيقول دازت مدة شهر ما بقيتش، أنا رجعت عند البوليس صافي. فهمتوا لي الأقوال ديالو داكشي صايبوا لي المحضر، حيت حالتي ما بقيتش كاع رجعت عندهم. ديك الموضوع ما كنشبط عندهم. مدة شهر سي اسماعيل كنشوف بحال هكا في تليفوني كنكتشف فيديو كيهضر عليا كنعنف الوليد. داير مكتشفه في التليفون فيديو كيهضر عليك؟ كيهضر عليا. كنطلب ما معنى واخا باش نفهم مزيان، ما معنى اكتشفتي في التليفون فيديو كيهضر عليك؟ يعني صيفطوا لك مثلا في واتساب؟ لا ماشي صيفطوا لي، في الفيسبوك واليوتيوب. شهير دايروا تشهير، دايروا
التشهير كنطلب الناس باش يعاونوا هاد الوليدات. راه واحد المرض. وشكون احتضن هذا الكلام ديالو؟ شي واحد عنده قناه، شي صحفي، شي موقع، ولا هو ولا شنو؟ مشى الجريدات معاكم. الجريدات معاكم دارت فيه هذاك الفيديو. المهم وهاد الجريدات معاكم جات عندك دقت عليك وقالت لك اش بان لك في هذا الشيء اللي كيقول هذا السيد؟ لا سيدي، لا اذا ولات الجريدات معاه. لا سيدي، لا السيد مرضوني تسير سيدي. لا خص معاكم تجي تهضر معاه. الا هضرت معاه هو تسول عليك انت وتهضر معاك باش تسمى معاكم كاملين. لا سيدي، لا ما هضروش معايا، ما قلبوش عليا حتى باقي هذاك الفيديو في التليفون باقي التليفون. لا جيك الهضره السي بغيت زعما غير بغيت نشوفه الا كان ممكن. شوفوا اشنو نشرح معكم. واخا خليك معايا مع سيف الدين باش ناخذوا هذا الشيء ما نعملوش واحد اشهار للموضوع. عاونا سيف الدين الله يجازيك بخير، الله يعطيك الصحه والسلامه، باش نعرفوا هذا القناه فين هضر هذا السيد هذا وقال هذا الكلام حول السيده فاطمه. قالت جريدة معاكم أو معكم. هي يعني دخلت لهاد الجريدة. زعما أنا في المبادئ ديال الصحافة أول حاجة يعلموها هي لا شنو العنوان. راه انا دخلت يعني راكم عارفين ما معنى الصحافه. اليوم اصبحت الصحافه يعني كاين الصحافه المواطنه، كاين الصحافه الشعبيه، كاين تخلطات الدنيا. ما بقيتش كنفهم انا اللي صحفي ما بقيتش كنفهم في الصحافه على ما اظن. وخاص يعني تناول اي موضوع اجتماعي او اي خبر من زوايا متعدده حتى تقدم للجمهور الذي تستهدفه في صحافتك أكبر عدد ممكن من زوايا المعالجة ليتمكن هو من استخلاص واحد الحكم أو لا ما عرفتش كي غنسميه. أما توجيه ديال سميتو ما تكونش الرأي الآخر وما تكونش هذا تيخلي واحد الرؤية فقط. يعني هاد الناس مثلا إذا هاد السيد هذا عمل هاد الكلام على فاطمة وقال بأنها كتعنف ولدها وخص الناس يدخلوا وكذا وكذا، على الصحفي والمصور مثلا أنهم يمشيو عند السيدة ويقولوا لها شنو تتقولي في هذا الموضوع اللي قال هاد السيد. وهم هنا أمام حالتين. الحالة الأولى أنها تتقول عندي ما نقول وتتعمل حتى هي التصريح ديالها، وإلا هضر هذاك الاولاني 2 دقائق هي كذلك كتهضر 2 دقائق، وإلا هضر 3 دقائق هي كذلك خصها تهضر 3 دقائق. إلا هضر هو 5 دقائق وهضرت هي غير دقيقة كيتسمى كاين شويه التلاعب. يقدر يقوم به واحد الصحافة الماكرة اللي كتعرف كيفاش تحاول تغلب واحد الجهة على جهة أخرى. نقدر نخلي واحد يهضر 5 دقائق ونقولوا ونسمعوا الجواب الاخر يقدر نتلاعب به لا في التوقيت ولا في التوضيب ولا هذا باش نحاول نهيئ النفسيه ديال المتلقي بانه راه ما كيقول والو. هذا يدخل في اطار ديك النفسيه اللي يمكن لي نلعب على المتلقي والجمهور. حتى في التلفزيون كانوا تعملوها فيما يسمى حرب الصوره. كنا اذا بغينا نعطيو 2 وجهات النظر كنعطيو 2 وجهات النظر وكنمارسوا المبدا، لكن كنحاولوا نديروا شي هذا المكر. مثلا إذا كنت بغيت مثلا الشخص ألف هو اللي يكون الكفة ديالو تغلب، راه غنجيبو ألف ونجيبو باء بجوج، غنعطيهم 3 دقائق ويهضروا بجوج. ولكن لاحظ معايا أن ألف مثلا غنقول له لبس مزيان وتقاد وحاول نجيبوك في واحد الخلفية اللي فيها شي هاد الورد وشوية السما زرقاء وتكلم في الموضوع وتيتكلم، وهذا لما تشوفو انت كترتاح. وإلا جبنا باء
حتى هو غنقولوا نعطوك 3 دقائق، ولكن كندير له واحد الخلفيه شويه عوجه من اللور ولا شي منظر ماشي هو هذاك، تنلعب لك على النفسيه ديالك كمتلقي بلا ما تشعر. هذا يدخل في النفسيه ديال الصحافه او التصوير او الصوره. مثلا كيتكلم هذاك الشخص وتيقول حتى هو كيدافع، ولكن انت كمتلقي كتشوفوا الاطار الذي قدم فيه عناصر اخرى لا تريحك، كانها تتحاربك. سبحان الله، واخا تيقول هضره زوينه ولكن انت ما كترتاحش، وكتقول داك السيد الاول اللي هضر الاول دخل لي لخاطري. علاش؟ لان الطريقه باش تقدم هي اللي خلاتك يدخل لك لخاطرك. صعيب العدل في هذه المسائل هذه. اذا قلت ان هذه الجريده اذا صورت مع هذا السيد ولاحت في القناه ديالها بانه تتشكى من السيده تعنف ابنها او ابن زوجها، مرت الاب زعما، تمشي عندها وعنده جوج سيناريوهات. الاول انها حتى هي كتكلم وكيعطي الماده او الراي الاخر كي تكتمل الصوره. ما كانش كيعملوا واحد الاشاره تيقولها هذاك المراسل ولا داك الصحفي اللي عمل داك المحتوى، تيقول هذا فلان وقال، ولكن راه حاولنا نتكلموا مع السيده اللي معنيه بالموضوع ودقينا عليها وهضرنا معها، لكن ما بغاتش تتكلم وما بغاتش تهضر، هي اللي ما بغاتش. وراه قالت يقدر كاع ينقل الا بغى يدير مزيان باحراص على الموضوعيه، تيقول اودي وراه قالت راه هادشي اللي قال كامل باطل وكذوب، وبيناتنا القانون والمحاكم هو الفيصل. مثلا اقصى ما يمكن انه ديك الساعه تيتم كاين واحد المينيم، واحد الدرجه معينه كيف ما تنقولوا من الموضوعيه. هذا اسمحوا لي الى فتحت هذا القوس غير لانه اثارني. الان نعاود نرجع لعند فاطمه. الو فاطمه. الو اسمعي. هاد القناه دخلت ليها لا ما فيها بزاف ديال الحوايج، ما صعيب نطيح بالضبط فين هذا الشيء. غدا ان شاء الله نشوف لك سميتو. انا نقدر نشوف نكتب العناوين نحاول نقلب ونشوف. واش ما جاوش عليك؟ ما جاوش عندك يدق عليك هذاك الصحفي يقول لك شنو جوابك؟ لا ما جاش عندي انا. او لا جاو قلتي له لا ما بغيتش نهضر؟ لا ما جاوش عندي، ما شفتهمش. من بعد مشيت عندهم انا ورديت على هذا الفيديو ديال هذا السيد. هما ما جاوش عندي يا سيدي، ما وصلني حتى شي حد. المهم عطاوك فرصه تكلمي انت؟ عطاوني فرصه هضرت. مهم استثنائي قلت لك. هذا الواقع ديال الفيديو في هذه القناه الالكترونيه وكانت قبل المساله ديال البراكه والزوج ديالك اللي ساق الخبار ولا موراها؟ لا من وراها. ودابا لا من قبل البراكه. هادشي قبل البراكه منين صافي غنديروا به الشكايه. صافي السيد غادي. نعم واخا خليك معايا فاطمه، لدينا استراحه ثم نكملوا بعد قليل. انتم معنا في الاستماع لراديو اصوات وبرنامج بقلب مفتوح مع اسماعيل. اهلا وسهلا من جديد دائما على راديو اصوات وبقلب مفتوح مع اسماعيل. نعملوا تتمه وختام في الموضوع ديال الاخت فاطمه من اسفي والابن الزوج ديالها وهذه الادعاءات المتبادله مع الجار وهذا الشخص هذا اللي حداهم. الو فاطمه. الو اسماعيل. مرحبا، تفضلي نسمعوا لك اذا كان ممكن باقي التفاصيل. واحد القضيه راه الشكايه اللي درنا ليه هذه الاخرى درناها ليه من وراء فاش دخلوا للبراكه. انا حتى انا اسماعيل المريضه من نهار اثنين فاش وقع هذا الشيء، نهار 12 في شهر 12 فاش دازت هذه الجلسه وانا كنطيح اسماعيل. نهار دابا خصني نركز معاك باش نفهم الجلسه ديالاش، لانه كنا في واحد الاتجاه. بعد ما عملتي شكايه هو دار فيديو قلتي في قناه الكترونيه جايزه معكم. ايوه انت درتي معاهم انت الرد ديالك. شنو وقع من بعد؟ شنو اللي وقع من بعد فاش داروا في الجريده وداك الشيء؟ صافي مشينا درنا به شكايه لعند في الاستئناف. وهاد الشكايه هي مورا فاش الدري قال لكم البراكه؟ لا دخلوا ديك الساعه البراكه، من ورا فاش دخل البراكه.
ديك الساعه عاد الزوج ديالك كيسيق الاخبار. راه كيساق الخبر فاش دخل البراك عاودت ليه. طيب واش راجلك ما واش راجلك ما كانش سايق الاخبار فاش دوا في التليفون؟ لا في الاول ما كانش سايق الاخبار حتى حد ما وراه داك الفيديو مثلا؟ لا هذيك الساعه عاودت ليه انايا، يلاه عاودت ليه ماشي بزاف تاع الوقت كنكتشفوا الفيديو تلاح فيه الفيسبوك واليوتيوب. واخا من بعد عملتوا الشكايه قلتي انت والزوج ديالك على الوليد؟ عملنا الشكايه. المهم هو التصويره ديال الوليد فاش دا صور الوليد داك شدها الجريدات معاكم. شكون صور الوليد؟ لاطاج عنده تصاور اللي حل الوليد وجهه عريان ما مدرق ليه لا وجهه لا والو. شكون حط التصاور ديال الوليد؟ نعم شكون حط هذا التصاور قلتي؟ هو اللي مصوره في الزنقه، هو حط التصاور ديال الولد في لاطاج عنده في الفيسبوك. والتصوير الاخرى داها الجريدات معكم. المهم جريدات معكم. ولاش هو دار هذا الشيء على ما فهمتش انا هذه القضيه لانه انا درت لي ديك الدعوه الاولى قلت لي يسرق عليك الوليد. هادشي علاش هو دار. ما عندوش الحق يشهر بالدري ولا يصور بتاتا. شهر به راه دابا حاليا اللي دخلت لاباج ديالو راه غتلقى التصاور تاع الوليد باقي عندك لاباج ديالو. قولي لسيف الدين عافاك شنو سميت لاباج؟ قوليها بينك وبين سيف الدين انا ندخل دابا. عافاك سيف الدين عاوننا في هذا الا كان ممكن تكتبها ليا باش شي حاجه ماشي هذيك في هذا الشيء. لا يعقل انه شي واحد يصور الدري ما تيجيه والو والناس ولادهم كاع اللي ولادهم من صلبهم ودمهم ما تيصوروهمش وما تيحطوهمش في الفيسبوك، وإلا حطو تيدير ليه ورده. لا قولها غير السميه في الفيسبوك ما حداش شي حد تما تسول. فاطمه تسمعي ما عرفتيش شي حد حداك تسوليه باش كيفاش ندخل نجبدو في فيسبوك السميه؟ واش يمكن؟ اعطيني النمره ديال ابراهيم وفي الواتساب عندي انا نصور لاباج ديالو ونلوحها لك عند ابراهيم. واخا نديرو هذا الشيء من بعد. نديرو من بعد. واخا حتى هذه مزيانه. نكملوا. هو قلتي صوروا داروا في الفيسبوك عنده. داروا في لاباج عنده والوقت اللي نشروه اسماعيل. شنو قال؟ شنو صوروا قال؟ شنو كيقول؟ كيقول المرت الاب ديالو كتعنفو مكرفسه على هاد الوليد وانا كنطلب من السلطات باش تعاونني وكنطلب من الجمعيات باش يعاونوني. ولكن باش من صفه هو تيتشكى جمعيه منتدى حقوق الطفل رجل شرطه شنو السلطه او الصفه اللي كسبها باش يترافع بالفيسبوك هذا الشيء؟ وانا اسماعيل انا حكم عليا حتى شي واحد ما سمعني وحتى شي واحد ما صنت ليا والمجتمع كان حكم عليا وتيعيروا فيا في الكومونتيرات ديال المجرمه والله يعطيك الحبس والله ياخذ فيك الحق وهادي وبغينا لك الاعدام وعائلته وبزاف. شنو تقال في الفيديو؟ شنو قال هو باش كيهضر على الوليد؟ كنطلب من الناس تساعد هاد الوليد، كنطلب من الجمعيات يساعدوا هاد الوليد راه مع الناس، راه واحد المجرمه ديال المرت باه بزاف. واخا والوليد صورو كيهضر مثلا؟ لا كان كيتسخر يكون بحال هكا خارج يتسخر. يعني واش دابا اي واحد مثلا في اسفي ولا غير اسفي، اي واحد في شي مدينه ولا شي حومه ولا شي بلاد ينوض يصور شي دري تصورو هكا ويكتب في فيسبوك راه كتضرب امو؟ هادشي اللي دار، هادشي علاش داروا ليا سي اسماعيل، حيت انا ما خليتش سي اسماعيل يوصل للهدف ديالو. علاش تمشي تشكي بيا عند البوليس وتقولي ليهم كاين اجي نوريك ما كاين شكون انا بغيت نسولك واحد السؤال قبل ما نكملوا. حنا معاك هنا ونعطيوك الوقت الكافي، كاين الوقت نعم سي اسماعيل باش نفرزوا كل حاجه في بلاصتها. قبل ما يوقع المشكل ديال الوليد وقبل ما يجي الوليد لعندك، كانت عندك شي علاقه مع هذا السيد هذا وشي حساسيه ولا شي حساب ولا شي؟ لا ابدا. كان شي حساب ولا شي خلاف بيناتكم على شي كرياج ولا شي حومه ولا شي حاجه؟ ما كان والو؟ لا ابدا، ما كايناش شي حاجه بيناتنا ولا زعما كاين شي عداوه ولا ابدا شي حاجه ما كاينه بهذا الشيء اسماعيل. هو قديم تما في هذيك الحومه، ولد الحومه، لان تنعرفوا المنطقه ولا الدوار ولا هذا شي كيعرف شي بحال العائله يعني. هو دابا فاش صور الوليد ونشرو ولا كيمشي للقهوه عند صحابو، دوك القهاوي عرفتي القهاوي مشي
مسكين قاويت على الحسيت قاويت كل شيء كيسب فيا في الكومونتير. الله يعطيك الحابسه المجرمه يا القتاله معديه على الواد كلش كيقول. المهم هذا السيد تكرفس عليا حيت انا وقفت ليه في وجهه ضد هذا الوليد، حيت هذا كيبقى ولدي يا استاذ اسماعيل، لان اللي كتربي اكثر من اللي كتولد. هو دابا ما عرفش هذا الاحساس لان هذا ولدي. لا انا سولتك عليه هو قبل ما يبان الموضوع ديال الولد في هذيك المنطقه فين ساكنين، واش هو ولد المنطقه ولد ديك البلاصه؟ لا ماشي ولد المنطقه، جديد تما قديم تما. اجا وكراو اجا وكارين تمايا، انا ساكنه قبل منهم في هذاك الحي. هو والاسره ديالو كاين زوجه وليدات ديالو، كاين خوتو كاين امو كاينه عنده زوجه العائله ديالو. كاينه العائله ديالو. شنو قالوا لك في هذا الشيء؟ عائلته معاه ولا ضده ولا شنو؟ الاخ ديالو فيهم هو اللي قال لي هذا الشيء راه ما مزيانش والمخزن راه ما فيه نتيجه وهذا الشيء ما مزيانش ليكم. صافي داز من وراها واحد 10 ايام بحال هكاك واحد السيد جارو هو والام ديالو قال لي بغينا نهضروا مع راجلك بقاو في المخزن هذا الشيء ما مزيانش ليكم هذا الشيء. قلت لهم انا لا، قال لهم راجلي لا. ملي ولا هذا السيد معدي لي على ولدي ومدخلو حتى تما وكاين الشراب وهذا، انا ما نقدرش نسامح عليه وما نقدرش ندير معاه شي حاجه. واخا من بعد قلتي هو قام بالتصوير الدري، قام بالتشهير بك والناس تيكتبوا عليك في الكومونتير. كيكتبوا عليا في الكومونتير تيقولوا هذه مجرمه، هذه السيده معذبه الوالد. حاشا راه كتعرف تسمعي المجتمع ديالنا حنا بلا ما يسمع الطرف الثاني وبلا ما حنا كنحكموا، حنا كنسمعوا واحد يعني بلا ما يسمعوك انت، بلا ما يشوفوا الدري، بلا ما حتى شي حاجه. حتى شي واحد الناس ما كتعرفنيش وكتعرف فيا في الكومونتير يعني بحال كيشهدوا الزور. اسماعيل انا كنقير مع الله، انا ما كيهمنيش اش غيقولوا. المهم اسماعيل ملي درنا بيه ديك الشكايه مشينا عند الاستاذ داك الشيء اخذنا على السيد الشكايه جاتها الاستاذه دخلتها الوكيل المالي. مشينا حنا للولايه هذاك الصباح مشينا للولايه فاش عيطت لنا الاستاذه قالت لنا هبطوا للولايه راه بقاوكم البوليس. مشينا قال لنا البوليس شنو كاين، قلنا لها اللي كاين وها اللي كاين، قال لنا صافي قلتو حنا غنمشيو نعيطوا للسيد. شنو جابوه؟ بوليس البوليس قالوا الراجل ما تهضرش معاه خليه راه حنا غنديرو داك الشيء ما تهضروا مع هادو. قال لهم الراجل صافي جابوا السيد صنطوا ليا انا، صنطوا الوليد، صنطوا الاب ديالو، صنطوا ليه هوايا. قال لهم انا عندي الشهود. قال له الضابط مرحبا جيب هاد الشهود. الشهود علاش؟ لان كان عنف الوليد. فاش تصنطوا الوليد تصنطوا الاول تصنطوا ليا صيفطونا الوكيل المالك. الوقت اللي صيفطونا الوكيل المالك قال لي شنو هذا الشيء، علاش نحاوتي هاد الولياد وشنو علاش كتحرش بها الولياد وسميتي من هاد الوالد، علاش هادشي اللي تعطيه الدراهم وعلاش اش بينك وبينه. قال لي لا ماشي هاد الشيء، انا ما كنديرش هاد الشيء وانا ما كنتحرشش بهاد الوليد، انا هادي مرت باه كتعنفو. قال لي الوكيل واش عندك شي اثبات بان هاد السيده كتعنفو؟ قال لي عندي. قال لي واخا شنو اللي عندك؟ قال لي عندي جوج الشهود كيبغيو يشهدوا ليا. قال لي صافي واخا رجعوا هاد الملف للولايه. هو غيرجع دابا من السيده فيعاود يرجع للولايه للاستماع للشهود. الاستماع للشهود ملي رجعوا السي اسماعيل رجعوا للولايه. الغد ليه مشى راجلي قال لي غادي نهبط للولايه ما كنبغيش داك الشيء ورقه ولا داك الشيء. لقى هذوك الجوج اللي بغيو يشهدوا صحابو. شحال هذا السيد اللي داير المشكل شبوه فيهم بعدا واحد مايك عليه واحد الجهه والاخر. المهم فهمتيني وما كيسكنوش كاع في الحي اللي انا ساكنه فيه، كيسكنوا في شي بلاصه بعيد ما نعرف. المهم انا كنشوفهم معاه، شفت العين كنشوفهم معاه حاليا ما كيتفرقوش معاه. هو يقول لهم الضابط انت جيتي تشهد؟ قال له هي جيت نشهد. قال له شتي هذيك السيده كتعنف الوليد؟ قال لي لا. قال له واش بغيتي تشهد؟ قال له هدر صوت عليه. قال لي لا ربي الشاف لا ما سمح ليا شي حاجه من هذا الشيء. تنادم مع الحال. تنادم
مع الحال، هما بجوج تنادم معاهم الحال. قال لي الضابط ها انت شد ها لاكارت ديالك، المهم قيد لهم هذيك النمره تاع لاكارت، هما بجوج قيد لهم نمره لاكارت، قال لي هكا ها لاكارت ديالك، وهودوا مع الدروج بلا ما نصيفطكم فين تربعوا. رجع الملف، رجع للولايه خاوي، رجع للمحكمه خاوي. ملي رجع الملف المحكمه خاوي، الغد لي راجلي جا خدمه، فانا سمعت دقه في الباب، جاوني البوليس، خرجت قال لي واش فلانه، قلت له ايان على سيدي فاطمه هذه شنو حبت خاطر شكون اللي معايا، قال لي معك رجال الامن، قلت له مرحبا المشكل، قال لي كاين راجلك، قلت له هي كاين سيدي، قال لي كاين اذان، قلت له كاين وليد، قال لي واخا، قلت له بلاتي لبس حويجاتو داك الشيء، لبس حويجاتو، هزو في الطوموبيل، هزو الاب ديالو، قال لي راه واحد الشكايه ضدك انت، وشنو قال لي كيشكي بك فلان، يشكي بك بانك كتعنفي الوليد. مشى للولايه هو عنده الشكايه، يصحت هو طلع المكتب النمره 40 والمكتب نمره 40 وقال لهم بغيت ندعي واحد السيده كتعنف الوليد. قال لي واخا تصنتوا صافي. هي هذيك ملي مشى معاهم راجل للسبيطار، قال لي غندير الوليد على الطبيب باش نديرو ليه السيرتيفيكا، قال لي راجلي مرحبا، انا بغيت هذا الشيء، بغيت الوليد دار لي سيرتيفيكا، حيت هذا السيد ديالو كان قال له ودي راه اش كذا المراه اللي وقع اللي وقع، قال لي صافي داو الوليد داوه للطبيب. ملي داوه للطبيب، دار الطبيب دخل حيد لي حويجاتو كاملين، دار لي السيرتيفيكا حتى حاجه ما كاينه. يعني واش الطبيب لقى ما يثبت بان الطفل تعرض لتعنيف؟ لقى ما يثبت، راه عندنا السيرتيفيكا في المحضر ما فيها حتى شي حاجه من هذا العنف. ما لقاش ما يثبت بانه معنف، ما قال له ما معنفش، ما معنفش وما قالش ليهم هو فاش مشى عندهم المكتب النمره 40 ما قالش ليهم راه السيد داير بيا شكايه وها اللي واقع وها اللي واقع. هو نكر كينكر ديك الشكايه اللي دايرين بها حنا. قال فقط راكي كتكرفس على الدري. هو مشى قال لهم انا جيت عندك كلاري هاد السيده راه كتعنف الولد. قال راجلي، قال رجال الامن وها اللي كاين وها اللي كاين. قال لهم راه كاين شكايه اخرى مضاده من الاول كاينه اللي فيها اتهام ديالكم نتوما. نعم سمعت. قال له راجلي ولكن سيدي هذا انا راه داير به الشكايه يخفل الفلاني راه نهارج ونهارج. وعلاش كاينين جوج شكايات مرادفين في نفس المكان وفي نفس السلطات؟ حيت هذاك المكتب النمره 40 اللي الفوق تاع الاطفال وحنا في النمره لتحت. يعني المكتب خاص بالاطفال، قضايا الاطفال. خاص بالاطفال. سيفون عليا الراجل تيقول لي لحقي عليا السبيطار، البوليس بغاوك هذا، قلت له واخا هزيت بنتي في داري داك الشيء، لحقت عليهم السبيطار. قال لي راه اللي كاين، قال لي ولكن هذا السيد فاش جاي يشكي بمراتك راه ما قالش لنا بانكم نتوما دايرين به شكايه عند الوكيل. هذا الشيء صافي. ما عرفتش شكون دوا حداك فاطمه. كيدوي هاد العراس واخا سلمي عليه خير. كملي. صافي قال لي واخا نتوما شاكين به اللي كاين اش تصنتوا ليا وداك الشيء. قال لهم الطبيب ها انتو ها السيرتيفيكا الوليد راه ما عنده حتى شي حاجه ديال العنف، حتى شي حاجه. حدوها البوليس داروها في ديك الدعوه اللي داير بيا هوايا. هذيك امك في انا كاين وكاين هذيك الدعوه ديالو هو ضافت لديك الدعوه ديالنا حنا مع الشكايه ديالنا اللي كاينه لتحت. عفوا عليها. صافي مشى داك الشيء عند الوكيل. رجع ثاني ملي رجع ثاني عند الوكيل كيلقى داك الشيء خاوي، كيلقى الملف خاوي، ما كاينش ما يثبت هاد الادعاءات، ما كاينش حاجه من العنف. بقينا في اسماعيل تابعين المسطره. جا عند الوكيل ثاني، قال الوكيل قال لي شنو علاش كتحرش بالولد؟ قال الوكيل شوف راه ما كنتحرش بيه، راه انا هاد الوليد راه جيتو في السيده كتعنفو. عندي اش؟ قال لي هاد الوليد راه السيده كتعنفو، انا ما تحرشت بيه ما والو. هو يقول لي الوكيل شوف، قال لي كون تحشم كنتعاطف معاك ما بغيتش نغرق ليك بحال هكا. حيت كيستمعوا الوليد كيقول لهم الولد كاين ولا كاين، كيستمعوا الاب، كيستمعوا لي انا. ما كاينش شي تناقض ولا شي حاجه، مثلا الولد يقول لهم راه ضربتني وهذا. لا صافي. درنا ثاني مع الوكيل، دازت واحد الفتره درنا ثاني على التحقيق. هذا الشيء اللي كاين ثاني هو اللي كيقول الوليد
بعد قضيه التحقيق استمعوا ثاني الوليد، استمعوا لي انايا، مشينا في حالاتنا صافي عينوا لينا الجلسه. تعينت الجلسه، قالت لي الاستاذه راه عندكم الجلسه في التاريخ الفلاني. عينا غاديين مع شي كيستمعوا الوليد، داكشي اللي كاين هو اللي كيقولوا، ها شنو اللي دار ليا وها شنو اللي دار ليا. العنف ما كاينش، انا ما كنعنفش هاد الوليد. قال له واخا. بقينا تابعين السي اسماعيل المسطره لمده عام دابا. عام دابا العام السي اسماعيل حنا تابعين هاد المسطره. المهم هاد الشهر اللي فات شهر 12 في 12 شهر 12 في 12 كانت عندنا الجلسه. المهم شهر قبل ما تكون عندنا الجلسه ديال الاستئناف هو بعدا تحاكم قبل من الاستئناف. تحاكم ابتدائيا؟ تحاكم تيعطوه عام سورسي وتيعطوه عام حبس وتيعطوه 60,000 غرامه على ود التحرش. صافي بقينا كنحضروا فيما كنحضروا كيقول لي كنطلب مهله، هو كيقول لي كنطلب مهله. انتم ما عملتوا استئناف الحكم؟ باش كنبغوا ندوزو في الاستئناف كيقول هو للرئيس كنطلب مهله، كيعطيه مهله لاعداد الدفاع. نعم سي اسماعيل، مهله زعما مهله في التقاضي باش شي 2 مرات ولا 3 هو كيطلب مهله. المهم كان كيخطط شي حاجه سي اسماعيل، هذيك مهله كيخطط فيها شي حاجه حتى 12 شهر 12 في 12. المهم واش لا فاطمه، واش هذا الشهر 12 اللي حنا فيه هذا اللي فات يعني يلاه 10 ايام هذه دازت تقريبا؟ يلاه مشات هذاك السنين الاخر هذاك السنين الاخر. والمهم فاش دزنا في الجلسه سي اسماعيل القاضي ما كيستمعش لي انا في الاستئناف. ما كيستمعش لي في ولدي. كيفاش؟ فاش دزنا في الجلسه هذا الاخر ديال نهار الاثنين القاضي ما كيستمعش لي انا وما كيستمعش للولد. كيسول الاب صافي، قال ليه سول الاب قال لي شنو؟ قال لي اللي كاين واللي كاين، قال لي كاين اللمس بان تلمسوا، قال لي هي راه تلمسوا اللي كاين واللي كاين. كنتسنى انا باش انا نهضر على راسي وعلى سميتو، ما سولش الوليد. استمعوا لهذا المتهم هذا اللي وقع سميتو، صمتوا ليه. قال له واش عندك محامي؟ قال له ما عنديش محامي. داروا ليه مساعده قضائيه. اللي هو نعم اسمعي، مساعده قضائيه اللي هو قلتي؟ اللي هو داروا ليه مساعده قضائيه. صافي بقينا من ديك 9 اسماعيل حتى 5 العشيه. حنا نسالوا دوك الملفات وداك الشيء. المهم 7 ضربت علينا حنا باقيين في المحكمه. انا كنتسناو عاد كيدخلوا ديك المداوله وداك الشيء. ملي كيدخلوا المداوله عاد كيبداو ينطقوا كيخرجوا كينطقوا بالحكم. كنتسناو السي اسماعيل كينطقوا بالحكم حتى كنتفاجئ ودي السي اسماعيل او البراءه. في الاستئناف خدا البراءه. خدها البراءه السي اسماعيل. وفين حق الوليد السي اسماعيل؟ وذنوبو على من السي اسماعيل. وذنوبي انا اللي دار لي التسجيل على من، والناس في المجتمع تصور السي اسماعيل كنت غادا دابا حاليا غادا غير الفران ولا غادا غير الحمام والناس كتهضر عليا حاليا. السي اسماعيل كيقول لك هذيك المراه هذاك الولد كتعذبو وإلا السي اسماعيل ما كاينش فيه. ولو تبغي اسماعيل تستنى على الوليد راه ندوز لك حاليا تسمع لي ودنا كتقول لك الولد. لا يجوز ولا يمنع انهم يسمعوا للطفل قاصر في البرنامج. ربي ياخذ حق وربي لا اعلم ظالم. واخا انا نقول لك علاش المحامي ديالكم ما عملش مرافعه وتعملوا شكايه اخرى فيها الوشايه الكاذبه ياك؟ يس اسماعيل ديري يا لالا ممارسه التشهير من اجل الاساءه بالسمعه، ان القانون تعاقب عليها اشد العقوبات المنصوص عليها سورتو في هذا التطور ديال التكنولوجيا والوسائل والفيسبوك وهذا. غتعملي ممارسه التشهير اللي كنتي والوليد كذلك.
اللي قام بنشر الصور ديالو واساء الى طفولته وداك الشيء كامل حسب ما سمعنا منك. علاش ما درتوش هذا الشيء؟ ما درناش هذا الشيء. انا اصلا من نهار الاستئناف انا مريضه اسماعيل. انا فاش حكموا عليا بالبراءه طفعت، ما نكذبش عليك، صافي طحت ما بقيتش عاقله في المحكمه. قبل الحكم ما بقاوش كملوا الناس، سدوا ديك القاعه لانني انا بعدا كنطحت بقيت كنغوت على هيستيريا، لانني اسماعيل كنشوف انا الحكومه والمجتمع صافي راه حكم عليا، انا راه كندير المنفعه الولد، ولكن الله راه هو عالم. انا هذا السيد وقفت في وجهه ما قدرتش نوصل للهدف ديالو، الله بوحدو اللي كيعلم. المهم هذا السيد دمرني حياتي، ما نكذبش عليك، الحياه ديالي تدمرت، ولادي ما بقيتش عليهم، خصوصا من نهار 2 واليومين هذا صافي انا تدمرت وعيشتي ما بقات عايشه، ما نكذبش عليك اسمعي. ولادي انا ما بقيتش كندير فيهم مرض نفسانيا، انا خاصني طبيب باش نرجع بعدا بنادم، لان هذا السيد ظلم عليا وكرفسني ما نكذبش عليك، وكرفس لي الوليد والكذوب والمخزن. ما عرفتش انا علاش عطاوه البراءه. صافي فاش بقيت نصوت خرج عندي الوكيل بالباب الاخر، خرج عندي قال لي انت صافي بلا ما تبقاي تغوتي، بلا ما تبقاي ديري هادشي في راسك، الغد تجي مع 10 ديال الصباح غتجي عندي، والله لا دازت لي بحال هكا قالها ليا. والله لا دازت، عطاني بعد داك الوكيل عطاني امال. قلت صافي مزيان مني ربما ياخذ لي حقي ولا هذا. الغد لي في 10 فاش رجعت عنده قال لي ما عندكش شهود بانك كتحرش بالولد. صدمني يا اسماعيل. قضيه معقده. قلت لي شكرا قال لي نعم. قلت له شي حاجه كاينه هناك، شي حاجه كاينه. صافي مشيت بحالاتي، دازت من وراها مع يومين، عاود ثاني رجعت عنده قال لي شوفي اجي دخلي. دخلت عنده قال لي اني درت لك النقد. عمل النقد قال لي انا درت لك النقد، راه باقي ولاد الناس في الدنيا. واخا اذا كاين مرحله النقد. لا دابا دار لي الوكيل النقد، ابراهيم دار لي النقد، والاستاذه هي دارت النقد، هو دار لي النقد في دعوه مليون، والاستاذه دارت لي النقد في دعوه اخرى. واخا مزيان. فاطمه غادي نضيف معك جزء اخر في الموضوع باش نعملوا واحد القفله. بغيتك تبقاي معايا في الخط. غادي نكملوا مع فاطمه بعد قليل، بعد الاستراحه ديال الساعه 11، وغنزيد معها بضع دقائق باش نعملوا يعني واحد القفله كيف سميتها ولا ختام الموضوع بالعناصر التاليه. اولا سنطرح امكانيه ديال محاوله الاتصال بالطرف الاخر المعني بهذا الموضوع اللي هو هذا الشخص اللي كتهمه بهذا الشيء. ده عنصر مهم في الموضوع. ثانيا سأتوصل في الوقيته ديال الاستراحه، غناخذوها فرصه باش نتوصلوا بالمواد اللي كانت تكلمت عليها فاطمه، اللي هي الفيديو اللي تنشر في قناه الكترونيه، المحتوى ديالو ما تضمنه، والرد ديالها كذلك. سأتوصل ايضا بالصور اللي قالت بانه نشرها في صفحاته وداك الشيء حول الطفل، وهذا نشوفوا هذا الشيء كامل باش نحاولوا نتقربوا من الموضوع اكثر. ثالثا سنرى ايضا امكانيه اشراك الاب والزوج ديالها اذا كان ممكن يدخل معنا باش حتى هو يوضح لنا شويه الصوره. رابعا غادي بالمساعده ديالكم طبعا غادي نوضعوا شنو هما الحوايج اللي خصهم يداروا امام هذا الموضوع الاجتماعي الشائك اللي فيه، لاحظوا معي، اللي فيه اتهامات متبادله، اللي فيه نزاع بين شخصين اللي هي السيده فاطمه وهذا الشخص هذا اللي كتهمه بانه يحاول تغرير بالطفل او الاعتداء عليه او محاوله كذا، وهو من جهته اللي تيقول بانه تعنفه. والمسطره المحكمه اللي برأت الام من قضيه التعنيف واكتفت بمتابعه الموضوع ديال محاوله التحرش بالطفل
ثم المساله ديال الابتدائي والاستئناف. ابتدائي اللي كانت فيه عام موقوف التنفيذ وغرامه ماليه، مرورا بالاستئناف اللي كانت فيه براءه، المساله اللي خلات فاطمه تعيش حاله من الاحباط، ووصولا الى النقد اللي مازال غادي يتم. اذا هنا خصنا نميزوا ما بين المسار ديال قضيه الطفل، ما الذي يحدث للطفل، الى اي مدى الموضوع فيه واحد يعني الخطوره، واحد الوقائع، شنو اللي يمكن يعاوننا. بالنسبه كنهضر على الدري، هل يمكن للمجتمع المدني والنسيج وجماعات الدفاع على الاطفال انها تدخل في الخط اذا كان هناك طفل خص يتخذ له حقه؟ عندنا واحد في البرنامج دائما مثلا توجهوا الحاجه اساسيه مهمه، هو المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يهتم كثيرا بقضايا بحال ما هذه، تهم الطفل المسار ديالو في التقاضي ايضا شي حاجه اللي هي مزيانه باش نعرفوا شنو كاين. هذا خط. الخط الثاني فيه السيده مع السيد والاتهامات اللي بيناتهم، او الاتهام اللي ضدها ديال انها كتعنف الدري، زائد المعطى الاخر اللي تعيشه فاطمه اللي هو التشهير الذي مورس عليها وتبعاته في محيطها الاجتماعي. نعود بعد قليل ونكمل دائما على راديو أصوات وبرنامج بقلب مفتوح مع اسماعيل. ابقوا معنا في الاستماع. مرحبا بكم من جديد مباشرة على راديو أصوات وبرنامج بقلب مفتوح مع اسماعيل. إذا نختموا مع الأخت فاطمة من أسفي والموضوع ديال هذا الوليد اللي عنده 7 سنين. ياك الله فاطمة قلتي 7 سنين هو؟ ياك 7 سنين. وتيقرا في المدرسة دخل؟ دابا عامين ما قراش. علاش؟ عام وهذا. علاش؟ على حسب هذا الشيء اللي وقع لي، لأن تصاور ملي ولا هو كيحضر معنا في المحكمة تيقول لي هاد التصاور من جوك، تيقول لي من المؤسسة. هاد التصاور الأستاذة اللي صورته ومدير لا حاليا في الوسط ديالي، هذا اللي عندنا مع المشكل. على شكون صوروا هو دابا الدري؟ واش السيد ولا دابا الأستاذة ملي مشينا لها هي والمدير تيقول لك لا التصور ما خرجش من عندنا، وهو هذا المتهم كيقول في المحكمة لا التصور خرجوا من المؤسسة، افتراضا انهم خرجوا من المؤسسة، ولكن هو نشرهم عنده. هو نشرهم في لاباج عنده، داهم الجريدات معاكم، والوليد اسماعيل تعرض للعنف. واخا هاد الجريدة واش تاهي بينت التصاور؟ بينت التصاور ولكن غطات الوليد عينيه، ما هو يلاشوها هكاك في لاباج ديالو. لا واش عرفتي يمكن الانسان يستعمل التصاور الا كانوا مثلا شي اثار ديال الضرب والتعنيف، مثلا تعرض للضرب، تحرق هنا ولا هنا، ديك الساعه يمكن يوري التصويره، ولكن التصويره بغى يوري الناس الاثار التعنيف ماشي الملامح د الوجه. وهو الوليد اسماعيل فجبته انا عندي ولا معرض للتحرش من عنده ومعرض للعنف لدرجه الدراري الصغار ولاو كيتعرضوا لولدي بزاف، عرفتي قددوه، عرفتي وجهه كي ولا حمو كي داير، دائما نشري في البومادات اللي مشيت نتبرى فيه نقول له فرق عليك ولدي ما بعدش منه الدراري الصغار، لدرجه واحد الوليدات تلقاو لي واحد النهار وقالوا لي حنا صيفطنا فلان. دابا كاين واحد النقطه هنا، واحد النقطه يسميوها الناس، قلت بان الدري تيضربوا الدراري الصغار. بزاف تسمعي فاش جبتو عندي هنا كتعرضوا لي بزاف، ما عرفتش انا علاش كيديروا لي بحال هكايا. وتيخليو فيه العلامه، تخلوا فيه العلامه بزاف. راه قلت لك، راه اقسم لك بالله سي اسماعيل الا عرفتي جوج جعبات ديال البوماده السيكاتايزور حتى كيبرى ليه الوجه واحد شويه وكيعاود يرجع لي نفس المشكل. مشكله هذه ولا غير في لكن بغيت نسولك على لا فاطمه، حنا بحال الخوت، اعتبريني خوك وحنا خوت مع بعضنا. عرفت لك واش الدراري الصغار بيناتهم كاع تنعرفوا الحومات والدراري تيلعبوا تيدابزوا، واش دري صغير عنده 7 سنين غادي يبقاو يلعبوا معاه الدراري اللي في التقدد ديالو اللي قرانو؟
وإلا كانوا غيضربوه واش في نظرك الدراري كيضربوا بعضياتهم، الدراري 7 سنين كيضربوا بعضياتهم بهذا الشكل هذا اللي الانسان يشري ليها بوماده في السيكاتريس؟ زعما واش تيوصلوا قماص وجهو كله مقمص. انا ما كنخليش كاع يخرج يلعب معاهم. انا ملي كيبغي يخرج كنديه بوحدي، كندير بنتي في البيكالا وكندير الجريده ولا كندير اللعاب ولا كندي ملي ولاو كيديروا لي بحال هكا ما بقاش كنخليه كاع يلعب معاهم في داك السيكتور. كنخرجوا لبلاصه اخرى بعيده ولا كنهبطوا للمدينه ولا وكنجيو للدار. وعلاش ما رجعتوش للمدرسه؟ مبقيناش عرفنا هاد المؤسسه اشنو اللي واقع فيها. طيب عاودي لي دابا على المؤسسه، مالها هاد المؤسسه بالتفصيل؟ عاودي لي نفهم. حيت هو هاد المتهم ملي كيقولوا ليه في المحكمه علاش نشرتيها تصورته الولد، كيقول لهم الاستاذه اللي صورته والمدير تاع المؤسسه هو اللي لح ليا هاد التصاور. واخا هو لاح ليك التصاور وماشي ضروري تنشرهم. وشنو علاقته هو بالمدرسه؟ واش هذا الشخص جمعوي، فاعل جمعوي، رئيس ديال شي جمعيه الاطفال ولا شنو؟ لا سيدي ماشي ديال الجمعيه ولا ما بقينا فهمنا حنا، ما بقينا عرفنا شنو اللي واقع، واش عصابه واش ما بقينا فهمنا والو. حبسنا الولد من المدرسه. واخا فاش مشيتوا للمدرسه وسولتي المدير المؤسسه التعليميه وقلتي له واش انت اللي صورتي الدري وصيفطتيهم ليه، اش قال لك؟ قال لي لا ما صورت. هو قلنا لي راه تيقول قال لك هو فمو عنده هو حر يقول لي عجبه. واخا تقالت وخفافت. الا سولتي الدري قلتي لي فين صورك، اش تيقول لك؟ واش تيقول لك صوروني في المدرسه ولا صوروني المعلم ولا المدير ولا السيد اللي كتهمي؟ لا الولد واحد النهار قال لي صورتني الاستاذه. انت دوك التصاور شفتيهم؟ شفتهم سيدي. الام تتعرف من التصويره مثلا ديال اي هذا، تتعرف الخلفيه ديالها. فاش شفتي التصويره الطريقه اللي كان داكشي اللي كان لابس الدري والحيط اللي موراه ولا الديكور اللي موراه ولا هذا غادي تعرفي بانه فين مصور. واش تصور في حوايج المدرسه ولا نعم اسماعيل؟ شنو فهمتي في التصويره؟ راه اي تصويره شافها الانسان غيعرف فين تصورت. هذه صورتها في البلاد، هذه صورتها في البحر، هذه تصورت في المدرسه، هذه تصورت في الخدمه، هذه تصورت في الزنقه. هذه انت التصاور اللي شفتي ديال الدري فين تصوروا؟ انت كتعرفي الدري واللباس ديالو كان لابس اللباس باش صيفطيه للمدرسه ولا كان في الحومه ولا فين؟ الو لا فاطمه؟ الو لا فاطمه معنا على الخط سيف الدين. لا فاطمه؟ الو لا فاطمه الا كتسمعيني ما عرفتي الا كانت كتسمعني تحاول تجاوبني، ما الا ما كانش انقطع الخط. واخا عاود عمل شي سيف الدين اذا سمحتي. تواصل يجي عندنا هنا المباشر، يعني الصونيت طلع عندنا في المباشر باش نستغلوا الوقت. ربما كنطرح اسئله عاديه زعما انتم عارفين هذا الشيء. الا شي تصويره ديال ولدكم ولا هذا تعرفوه، ولا على الاقل تكون واحد النسبه ديال التصوير فين كان. يتعذر حاليا ندير محاولة أخرى. يتعذر حاليا. لماذا يتعذر حاليا الاتصال بمخاطبنا يا أيها المجيب الآلي؟ لماذا يتعذر الاتصال حاليا بمخاطبنا الذي هو السيدة فاطمة من أسفي؟ عاد المحاولة الثالثة سيف الدين، جزاكم الله خيرا. يتعذر حاليا. يتعذر وقيل طفى التليفون من شارج ولا الريزو ولا شي حاجة. شوف سيف الدين كيفاش ديت ميل عندك شي نمرة أخرى راجلها ولا شي حد اللي تواصلت معك بنمرة وحدة، واخا استمر في المحاولة. إلا كانت
لا فاطمه تسمعنا، من الاحسن في هذه اللحظه اللي وقع فيها الانقطاع انها ما تعيطش لينا، وانما تخلي التليفون حنا نعيطوا ليها باش ينجح الاتصال. اذا كنا كنتكلموا على التصوير مثلا، غير الانسان الا خدات التصويره هكا كتشوفها تقول ودي هذه صورتها في حتى محلابه، هذه تصورت في الصالون في الدار، هذه مصوره في العروبيه في الدوار، هذه مصوره في البحر، هذه صوره في الخدمه، غير شويه من داكشي اللي كيبان. بالتالي كنت كنسول فاطمه دوك التصاور ديال الوليد مثار هذا النقاش والتشهير فيهم ايضا تبادل الاتهامات. هذا الشخص اللي تيتهموا تيقول لهم راه صيفطهم لي المدير ديال المدرسه، مدير المدرسه تيقول لها حنا ما صورناش. بالتالي الدري فاش تصور كيفاش كنصور؟ جالس واقف تيضحك شنو؟ كاين شي محاوله اخرى سيف الدين؟ شكرا. الو السلام عليكم لا فاطمه. وعليكم السلام. مرحبا، طفى التليفون ولا شنو وقع لي؟ تشارجا ليا انا درته في الضوء دابا وكنهضر معاك. سي اسماعيل، وهذا واحد الصوره خارجه من المؤسسه. يعني واش فهمتيني اش كنت كنهضر فيه؟ تصور زعما كيفاش الوضعيه ديالهم بين التصويره اللي مصوره في الدار، بين ديال نهار العيد، بين ديال فهمتك السي اسماعيل، لان هاد الصوره اللي خارجها انا خارجه من المدرسه لابس فيها الطابليه، وانا الطابليه لبسوا هذيك الطابليه ملي كيبغي يمشي للمدرسه، ما كنثقش فيها شي بلاصه اخرى. اذا ها وحده مصوره في المدرسه، مصوره في المؤسسه، وكاينه نيت كتبان ليا حتى ديك الطابله كتبان ليا ديال المؤسسه، ولكن الوزد كيقول لك راه صورت من المعلمه والمدير، كاين كر كيقول لك هذا الشيء. لا الا كانت داخل المؤسسه بلاتي راه وقيله قال لي سيف الدين وصلتنا شي حاجه هنا، وصلونا شي صور، وصلتنا وحده هي راه صيفطهم لك السي اسماعيل. وهذا راه القسم هذا، هذيك السي اسماعيل هي اللي شكيت فيها، هذيك الطبله اللي حداه اللي فيها هذيك الغلاف مزوق، القاعده فاش المقعد فاش يجلسوا ياك. هذيك قال لي الوليد هاد الصوره ماما راه صورتني الاستاذه، والطابليه راها زرقاء، طابليه زرقاء مبين النص في وجهه الدري، وهذيك الضربه اللي عنده فوق الناظر ولا الحاج ولا شي يسموه ديالاش في جهه حتى هذيك السي اسماعيل تعرض لها في الزنقه. تعرض لي الولد العنف بزاف السي اسماعيل. واخا صاحب هذا المنشور قال ما يلي، لانه عمومي بالتالي ممكن نكتبوا شنو قال. هو نشر هاد الصوره ديال الدري وكتب ما يلي: السلام الخوت، كتبوا بطريقه لاتينيه باحرف لاتينيه بالدارجه. السلام الخوت، كلشي البارطاج. هاد الدري راه مكرفسه عليه مرت باه يتيم، وباه حتى هو معاون معاها. مشينا عند السلطه تا واحد مدها فينا، عافاكم تعاونوا معاه. وتمت مشاركة الصورة حوالي 2500 مرة، 2500 بارطاج، وأزيد من 60 تعليق، وأزيد من 895 تفاعل بالإعجاب أو الاستنكار. شنو واخا شنو اخر؟ وشنو اللي دار لي السي اسماعيل اللي مازال ما قلتهاش لك؟ انا هادشي هذا مدرسيه ديالاش اللي صيفطوا لينا؟ هذيك الصيفط ديال هذه جبناها من عند المدير عاشي يومين هذو 3 ايام، الوقت اللي تغيب فيه على الدراسه. عامين دابا، ذاك العام وهذا العام اللي ما قرات وليدي. وهذا شي نسخة صادرة عن محكمة الاستئناف بآسفي. هذاك النسخة من الحكم.
ما عرفتش واش نقرا هذا الشيء نشرك ولا ما عرفتش. واخا انا نقولها المفيد في حيث حضر المتهم امام المحكمه والمنسوب اليه بالجواب حيث انكاره. واش هذه فين عطاو البراءه؟ فين عطاو هذيك ديال الحكم الاول بداك الشيء اللي كان محكوم. لا هذا حكم ابتدائي ماشي استئنافي هذا. لا الابتدائي الاول. واخا نتحفظ عن ذكر كاع هاد المسائل الصادره عند الوثائق، خليها حتى نشوفوا من بعد. معليش انا غنقراها من بعد بيني وبين راسي ونفهم شنو فيها. زيد شنو التصاور الاخرين؟ كاينه غير تصويره وحده داير ياك؟ لا كاينين تصويره وحده هذيك اللي فيها. لا كاينه هذيك اللي فيها الطابليه، وكاينه وحده كان خارج يتسخر كان مشى للفران حتى هي عاوتاني صوروا لابس غير واحد سميتو هي اللي نشرت في الفيديو دار جالس معكم. واخا ندخل دابا الحساب ديالو الفيسبوكي باش نشوف واش باقي هادشي عنده ولا لا. مسدود الفيسبوك ما يمكنش ليا نشوف شنو حط فيه. يمكن نسدو فاش وقع هذا المشكل راه غادي يسدو. صافي راه وصل هذاك ديالو راه سد الحساب ديال الفيسبوك ديالو ما غيخليش. سورتو كتعرفي شنو سورتو دار ليه الساروت زعما ما يمكنش يشوف شنو فيه الا كنت معاه صديق، وباش نشوف خصني نصيفط ليه الطلب ديال الصداقه ماشي مسحول. لا سدو زعما ما كيمكنش تشوف شنو فيه تحل لك الباب تدق عليه ويحل لك الا بغا. فهمتيني؟ واش الفيسبوك ديالو كان مسدود بحال ما هكا ولا كنت تدخلوا تشوف؟ لا ما كانش مسدود. حنا كنا فاش وقع المشكل دخلنا ليه وداك الشيء وبقينا نتصور في لاباج ديالو. دابا السؤال مطروح، انا السؤال اللي تيهمني انا هادشي اللي تيهمني هو الدري. شكون صور الدري؟ السؤال خصك تعرف اسماعيل بان الولد دابا في حاله نفسيه مرض نفسي. دابا دينا المدرسه ودرنا معاه محاوله وقلنا ليه غير رجع تقرا نحولوك كاع من ديك المدرسه. قال لك المدرسه اللي ما نشوفهاش. ولدي قال لك لا غيضحكوا عليا تلاميذ شناك في اليوتيوب شناك في الفيسبوك ما بقاش يشبه المدرسه الولد. دابا راه مشى لي ذاك العام ومشى لي هذا العام كنتبعوا لي مع الطبيب النفساني. دابا سولي راجلك واش الفيسبوك منين عطانا هادشي واش باقي محلول عنده؟ واش هو صديق معاه في الفيسبوك ولا شنو؟ علاش انا ما تندخلش ليه؟ لا قال لك لا كنت سدو. قال لك هو راجلي ما حتى دخلنا عنده ذاك الوقت كان وقع المشكل دخلنا عنده كان خدام مزيان. فاتنيت لاصاندي ديال العائله ديالي دخلت عنده داك الشيء وهزت تصاور من عنده. واش الزوج جا كيبغي يتكلم معنا شويه يعطينا شنو كاين؟ بلاتي تسمعنا نوضح لك راه عندك شي مشكل في التليفون؟ انا استسمعي واخا تفضلي. شنو دار لي انا هذاك الوقت؟ الاب ديالي كان مريض استثنائي راه دابا توفى الله يرحمه. الاب كان مريض كان ناعس في السبيطار. عرفتي استثنائي في السبيطار ما كاينش يدخلوا لك الولاد الصغار يقول لك خليهم على برا باش تدخلي الديار. الاب ديالو كان غيخرج للخدمه وانا خصني نمشي للسبيطار مع الربع في الدياره. قلت لي غنخلي الوليد ديالي نخليه عند الناس اللي في وقت نجي للسبيطار راه ما غيدخلوش ليا والبنيه نخليها عند صاحبتي وغنمشي. قال لي علاش تخليه عند الناس؟ خليها في الدار ديري لي التلفازه ديال الرسوم وخليه في الدار. قلت له واخا داكشي اللي درت. خلينا الولد وخرجت انا والاب ديالو نيت لان طوبيس قريب الخدمه ديالو هوايا كنت كنحط من مشينا. المهم مشيت انا وياه حدا الخدمه ركبت الطوبيس مشيت للسبيطار للزياره. ملي جينا تسمعي ملي جيت انا من السبيطار وداك الشيء طولت على بابا قلت لي واش غادي نمشي لها قصيه. قال لي غتسمي معايا عرفتي الطوبيس انا غنخرج عندك عند العرض معايا. قلت له واخا. ملي طلعنا تسمعي للدار هنا لقيت الولد مشى شعل البوطه كبيره
خلاص بديت في المقله يقول لك بلي بغا يحل بغا يقلل الفريت. كيفاش؟ شعل البوطه الكبيره وخرج الزيت كذلك بغيت نقلي الفريت. ها المهم ملي دخلنا لقينا انا وليا تحرق. شكون حرقو؟ تحرق بوحدو. خايت انا وباه ما طلع بحال هكا البوطه شعلها وداك الشيء باغي يقلل الباطا. اصلا الباطا شادها هو ودايرها ما محيد لا القشر ولا والو، عاد الزيت كيلو حتى الباطا والنقله من فوق البوطه دا حطها فوق واحد الصلمه ونزيد خوالي جيت على يده واحد الحرقه واحد شويه. علاش تهم اهمال هذا الطفل على لا؟ لا ماشي اهمال. لا خرجت مشيت ما غيدخلوش ليا في البيطار، ما عمرني اصلا خليته انا بوحدو، ما نخليش انا كاع في الدار بوحدو، مشيت كندير معايا لان في البيطار ما غاديش يدخلوا ليا. صافي ملي جينا لقيتهم حرقوا داك الشيء، درت لي نيت داك اليوزين وداك الدور الاحمر داك الشيء داويت ليه، ماشي شي حور قاس اسماعيله واحد شويه. انا ملي درت لها ديك الرشاشه ولات كتبان حرقه كبيره. صافي خافم عليه با قال لي علاش قربتي للبوطه وما توصلش العافيه وهذا. قلت له شتي النتيجه اللي قلت لك بلا ما نخلوه بوحدو في الدار نخلوه في الدار، النتيجه اللي وصلنا. مشى هو صوروا بحال هكا ونصروا في اليوتيوب وكيهضر كيقول لهم مرت با حرقته. هادشي ما فهمتش انا هادشي. الا هي استثناء علي ياخذ فيا الحق وطير عليا ديك البنيه اللي عندي، ما خاصنيش نحلف هاد الحلفه الا تحرق بوحدو. ربي هو اللي غياخذ الحق، ربي اللي عالم، ربي اللي غياخذ الحق. واش الدري الله فاطمه واش متوفيه او لا حيه كيف ما قلتي في الاول وما تفاهمتش مع بابا؟ غبرات ما كايناش الريحه ديالها، ما كاينش المده دابا العامين غابره، يعني ماشي متوفيه. ما عرفوش شي كيقول توفى، كيقول كلش كيقول ما كايناش. تسمعي انا تسمعي واش باه ما قلبش عليها ولا سول عليها باش يعرف هذا الشيء على الام ولا شنو؟ لا سولوا، ملي كيسولوا كيقولوا لي مرا مات. اصلا مخليه واحد جوج وليدات اخرين ما مخليهم غير مع جدام. الله اسماعيل هو اللي غياخذ الحق الى هذا ولدي، وكنعتبره ولدي 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 ولدي. راه ما يمكنش لي انا شاده الوليد 7 سنين وغندير ليه بحال هكا. وانا بغيت اسماعيل، واش انا هاد الولد الى انا غنحضنو بزي مني، راه ما حطوش ليا على قلبي. انا بوحدي بغيته وما نتخاش به، وحاليا ما نفرطش فيه وما نتخلاش عليه. واحد الوليد زوين مقبول في كل شيء، حنين. لما راسي يشد ليا براسي، لما راسي تقول لي يا ماما ندير لك الخل على راسك، كيف نحضر راسي. ما عنديش القلب استسلام، انا عاد قلب ميت عندنا في الليل. لو انا كان خليته اسماعيل وصل للهدف ديالو ما كانش يقول لي هذا الشيء، ولكن انا حيت وقفت في وجهه. علاش اسماعيل هو ما يقولش هذه الهضره؟ حال هذا النعم الولد عندي، علاش ما ينوضش نشرب ويقول هاد السنه كتعرفها؟ علاش حتى شكيت الوليد وتعرضت فيه وقفت وجهك على قبل هذا الولد، عاد ما تستدي هذه المرة الأب كتعرفها وقولها شحال هذه. المهم هو عندي يعني قولها شحال هذه، يقول هذه السيدة كتعرف هذا الولد. خليك معايا لا فاطمه، الا كان ممكن واحد شويه نتكلم شويه من بعد نكمل معاك. هناك تضارب في الامور وانا ما عنديش واحد الرؤيه واضحه. طيب
انا اللي كيهمني هنا هو الا كان هذا الشخص هذا اللي متهمه فاطمه بانه تتحرش بالولد ودعت معاه في هذا الشيء في المحاكم، الا كان في الاستماع راه ما عندناش رقم الهاتفي ديالو او الطريقه للوصول ليه من غير جوج طرق باش نسمعوا منه حتى هو. كاين جوج طرق، الاولى هو نطلبوا من فاطمه ولا راجلها يعطيونا الرقم ديالو، واش غيكون عندهم ولا يعطيو ولا ما يعطيوش، هذه هي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هو انه هو يتواصل معنا ويبعث لنا الرقم في صفحه برنامج بقلب مفتوح فيسبوك، او لا في الاتصال الهاتفي على 0522 77 24 24. ديك الساعه يمكن نتناقشوا مع القضيه ببسط كل النقاط المطروحه. لكن بغض النظر على الطفل هل هو معنف ام غير معنف، ام بزاف د الحوايج، السؤال مطروح شكون صوروا في المدرسه وعلاش تحط في الفيسبوك بهذا الشكل اللي أزم النفسيه ديال العائله ككل ديالو. ايضا اذا افترضنا انه معنف او هذا راه يمكن يتحل المشكل بطريقه تحفظ وتصون المصلحه الفضلى للطفل وبما فيها وضعه الاعتباري والاجتماعي بين الأطفال وبين المنطقة اللي هو فيها. أننا نصوروه ونحطوه في الفيسبوك ونطلبوا من الناس يبارطاجيو وتصور في المدرسة أو غير المدرسة ويتوزع هادشي في وسائل التواصل، هذا لا يحفظ كرامة الطفل ولا يحفظ مصلحته الفضلى. لذلك أريد أنكم تشوفوا واش هاد الطريقة مزيانة أو لا، وغادي نشاركوا معكم في الصفحة ديال البرنامج الآن الصورة ديال هذا الطفل هذا مضببة تماما، طبعا ما غاديش تبان الملامح ديالو، ما غاديش تبان الملامح ديالو. قمنا انا والاخ سيف الدين يعني من فور توصلنا بالموضوع راه عملنا واحد باش نقربوكم. غادي نحطوها دابا في الصفحه. الصوره الطفل لتحت مضببه تماما، غادي تاخذوا غير فكره، ما يمكنش تعرفوا على الملامح ديالو ولا شي حاجه. كاين تضبيب انه ما يمكنش نشهروا، احنا ما يمكنش نشهروا بالناس. زائد واحد تكست في الفوق او نص ديال هذا الشخص اللي كتهمه فاطمه، اللي هو قام بمبادره بين قوسين، هذه المبادره ديال انه يطلب من الاصدقاء ديالو الجمهور ديالو في الصفحه انهم يبارطاجيو الموضوع ديال الطفل. راه النص الفوق وراه التصويره لتحت. عملنا واحد المونتاج للموضوع باش نقربكم. السؤال اللي غادي تلقاوه في الصفحه، بغض النظر عن اتهامات حول تعنيف الطفل، أليس هناك خرق لكرامته بتصويره ونشر الموضوع في وسائل التواصل؟ أنا كنتكلم معكم وتنكتبوا في نفس الوقت. إذا تم النشر واحد 15 ثواني، سيروا لصفحة برنامج بقلب مفتوح، عافاكم كتبوا الآراء ديالكم. بغينا عافاكم تعاونوا معنا في تشكيل واحد الرأي معين. بغض النظر عن الاتهامات حول الطفل، ماذا نقصد بغض النظر عن الاتهامات حول الطفل؟ يعني واش تعنف او لا ما تعنفش، او تعرض للتحرش ولا ما تعرضش للتحرش، او هذا الشيء كاين فيه حتى واحد الام كتقول بانه ما عنفاتوش، وهذا الشيء جا من هذا. شويه سمعنا الزيت، شويه سمعنا الدراري تيضربوا الى غير ذلك. كاين بزاف هذا. ايضا خذوا بعين الاعتبار انه كاين
مسطره قضائيه في الموضوع اللي برأت الام من تعنيف الطفل وقالت بانه كانت شهاده طبيه تثبت انه لم يتعرض لاي تعنيف. وكان خلاف الكبار، وعندنا طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات تم تصويره في المدرسه. الصوره اللي غتشوفوا دابا راه كاينه في الفيسبوك ديال صفحه برنامج وقع مفتوح، راه لابس الطابليه راه كتبان من الجنب، سيروا طلوا. تم تصويره في المدرسه، وقالت الام بان التصويره ديالو في المدرسه صيفطها المديره ولا شي حد من المدرسه صيفطها لهذا السيد هذا، هو اللي تزعم باش انه يطلب من الناس يبارطاجيو، وفعلا تم بارطاجات هذه الصوره هذه ازيد من 2000 مره. راه ما يمكنش نبقاو نجيو نبارطاجيو لاي حاجه، راه ما يمكنش نبقاو نشرو اي حاجه، نتراقاو شويه بالدماغ ديالنا، ما يمكنش. كتاخذ ديك اللهفه ديال بغيتي تعتق واحد الوليد بقى فيك، درتي فيه بحال ولدك، ما عجبكش الحال وما لقيتيش كيفاش، ولكن راه تفكر بانه هذيك التصويره ديالو راه تتبقى منتشره تيشوفها الدراري الاخرين وتكون عندها واحد التاثير سلبي. نحن هنا امام تشهير بحياه الناس، تشهير بحياه الاشخاص والاساءه اليهم، كانوا بالصح ولا ما بالصحش، عنفت ولا ما عنفتش. اسيدي كاين القضاء، كاين المحكمه، كاين البوليس، كاين جمعيات حقوق الطفل، كاين بزاف الحوايج اللي مقدر حسي مسي بكرامه ديال اللي تحفظ الكرامه ديال الناس. واذا كاع بغينا نبينوا الموضوع اعلاميا وناخذوا التحسيس، تنعملوه بواحد القواعد وقوانين تحمي هذه الخصوصيه. حنا هنا في البرنامج ما عمرنا دوزنا التصويره ديال شي حد باستثناء الناس المختفين واللي تغيبوا. علاش شهرنا بهم؟ لان مصلحه باش انه نلقاوهم موضرين، باش اللي شافوا هنا قال لك هذا كينتفي سميتو، ولكن باش نقولوا هذا فلان اللي قال بانه كذا وهذا ما يمكنش. كاين قانون من هذا الشيء، من غير الاخلاق كاين قانون. الا ما حنا ما مارسناش الاخلاق ديالنا كافراد، كمجتمع، كاعلام، كوسائل تواصل، كجمهور، كنشطاء، اذا لم نستطع ان نمارس هذه الاخلاق وان نتحلى بها ونطبقها مع المجتمع، راه هناك قانون يفرض هذه الاخلاق ويشدب وتيقد. لذلك النصوص تجرم هذه المسائل وتعاقب عليها. في القانون ديال التشهير والاشهار ديال الناس قصد المساس بسمعتهم، هو المحاكم ممتلئه بالقضايا من هذا القبيل. الاركان ديال انه الشهاده راه باينه، اركان التشهير راه باينه. من حق الانسان يلجأ من اجل انه يتنصف. هذا الطفل من سيدافع عنه اذا تم تصويره؟ لانه الطفل قاصر، يجي يقول لي واحد الشخص معين غيحس بانه عنده سلطه عليه، سواء كان مدرسه ولا الاب ديالو ولا الام ديالو، ويقول له نصورك باش نوصلوا القضيه ديالك. لا، حاول توصل القضيه ديالو بدون ما تصوره، بدون ما يتعرف وبدون ما تقاس الكرامه ديالو. هناك مصلحه فضلى يجب الاخذ بعين الاعتبار. كان هنا، لاحظوا معي، كان هناك نقاش حول حمايه الاطفال وصون كرامتهم وصورتهم وخصوصيتهم في وسائل التواصل. ضج هذا النقاش الى درجه انه انتقدنا في كم من مره النشطاء اليوتيوبيون الذين يصورون الافلام ويستغلون الاطفال. وكاين واحد القناه لا اريد ان اذكر اسمها وفايت تكلمت عليها، تيستغلوا واحد الدري باقي صغير تكون عنده 4 سنين ولا 5 سنين في تصوير الافلام، وان كان لغرض المتعه والترفيه، لكن ذاك الطفل تتحس به بانه تيمثلوا كيفاش نشفروه، تيركبوه في الموطور وتيهزوا واحد بليد هكا وتيخطف بسطام وتيضحك وتيكتبوا له الناس في الكومونتير شحال فنيون هذا الدري. استغلال الاطفال وبراءتهم من اجل الاموال والكسب وتبيين الصوره ديالو شيء غير اخلاقي. شوف حنا في النيفو فين تندميو تنقولوا ما تبينوش الوليدات او تستغلوهم. لا فرق بين الذي يبين الاطفال ديالو في اليوتيوب من اجل الادسنس ومن اجل الاموال، وبين الذي يتسول بالاطفال في الشوارع وفي الارصفه وعند علامات قف وتيهزهم وتيطلب بهم. لا فرق بينهم، لا فرق اخلاقيا، لا فرق.
حماية الأطفال أول حاجة. هذا نقاش حنا كنناقشوا هنا، لكن هنا أمام بصدد صورة ديال أننا نصوروه ونقولوا راه معرض للتعنيف ولا اتهامات ولا ماشي اتهامات. حنا ما تيهمناش شنو وقع. إذا كان الطفل معرض للتعنيف هناك قانون وهناك سلطة وهناك قاضي الأطفال وهناك محاكم وهناك جمعيات ومرصد وطني لحقوق الطفل والكثير من الأمور اللي تتوفرها الدولة للمواطنين ليلجأوا إليها وليأخذوا حقوقهم بشكل حضاري وقانوني. أما أن نلجأ لوسائل التواصل ونقولوا بارطاجيو وتعاونوا معنا الخوت وتنبارطاجيو الصورة ديال داك الوليد وهو دايرها ديك الضربة اللي فيه ولا ما فيهش، واش فعلا معنف ولا ما معنفش، فقد تعرض فعلا للعنف مرة ومرتين وثلاث مرات من هذاك اللي عنفه، سواء الدري الصغير اللي دابز معاه كيف قالت الأم، سواء شي حد آخر كيف ما قال الشخص اللي كتهمه وتم تعنيفه مرة أخرى لما تم تصويره، وتم تعنيفه مرة ثالثة لما تبارطاجات الصور ديالو في وسائل التواصل. يلا وارتاحوا دابا، بارطاجيو حنبقاو نقولوا بارطاجي يا مواطن، بارطاجي يا مواطن. عندي 9000 بارطاج، عندي 1000 بارطاج في الخير. بارطاجوا داك الدري مسكين دابا شكون غيبارطاجيه لينا؟ كيفاش غادي يكبر لينا؟ والصوره ديالو انتشرت في وسائل التواصل. خصنا نهضروا على هذا الشيء وخصنا ندافعوا. انا هنا لادافع عن حقوق هذا الطفل وما غنسكتش. لا يهمني الاتهامات المتبادله بين الكبار بقدر ما هناك صغار يجب ان نلتفت اليهم ولقضاياهم. غدا ان شاء الله نكمل هذا الموضوع مره اخرى. عاونونا عافاكم بالاراء لأكون واحد الفكره عامه على الراي ديالكم في التعاليق. اكتبوا شنو بان لكم في التعاليق على التصويره اللي حطينا وعلى المنشور، ولا صيفطوا رساله ولا اللي بان لكم. من هنا لغدا غنقرا كل شيء مع تسعود. غنعيطوا لا فاطمه نهضروا مع الزوج ديالها، نشوفوا امكانيه اننا نتكلموا مع الشخص اللي دعت معاه. وايضا الاهم كيف ما قلت لكم نمشيو بعيد ونشوفوا هذا الوليد هذا شنو الوضع ديالو، شنو حقوقه، شنو خصو يدار باش يتنصف، وتكون عبره لكل الاطفال اننا ما نتاجروش بقضاياهم وبصورهم في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا على متابعه الحلقه، نكمل غدا ان شاء الله. يحييكم سيف الدين بلغيتي في غرفه الاخراج، اسماعيل الاروي وراء الميكروفون. تصبحوا على خير، الى اللقاء.